هاي جايز، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو رح يكون عبارة عن تحدي تشالنج بيني وبين ليان تي في. رح اترككم هلا فيديو مع ليان تي في مشان تعرفوا عليها وبرجع لكم. مرحبا لكل متابعين قناة زينة السعيد. أنا ليان من قناة ليان تي في، عمري 11 سنة وصفي سادس. فأنا وزينة رح نعمل فيديو مشترك. روحوا انتوا اشتركوا بقناتي وشوفوا الفيديو اللي أنا صورته، هي رح تحط لكم إياه تحت بالديسكريبشن بوكس أو تحت صندوق الوصف. قناتي كتير حلوة وأنا عندي 9000 مشترك، فروحوا كلكم اشتركوا بقناتي عشان يصير عندي 10000 و11000 أكتر يعني. فحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب. كتير حلو قناتي، فيها فلوجات وتحديات وكتير اشياء حلوة ومسابقات ويعني زي هيك. لما يخلص الفيديو تبع زينة روح شوفوا فيديو تبع قناتي، هي تحت صندوق الوصف. بس تخلصوا مشاهدة الفيديو تبعي بتقدر انكم تنزلوا على صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس تحت وتروحوا على قناة ليان تي في وتشتركوا فيها. اوكي، مثل ما قرأتوا بالعنوان، اليوم التشالنج حيكون عن الناجتس. يعني رح اجيب 40 قطعة ناجتس من ماك ورح اشوف اذا رح اقدر اكلهم ولا لا. وبرضه نفس الاشي ليان، فاحكي لكم 10 اشياء عني ما بتعرفوها من قبل. وطبعا اللي اجا من ليان تي في اهلا وسهلا فيكم، وما تنسوا انكم تشتركوا بقناتي عشان رح اعمل فيديوهات اكتر واكتر، وضغطوا كمان على الجرس مشان تشوفوا الفيديوهات اللي رح اعملها بعدين. هلا خلينا نبلش بالفيديو. اوكي جايز، هيني طلعت بالسيارة عشان بدي اروح اجيب الناجتس من ماك واعمل التحدي. فيلا خلينا نطلبهم. بدي اطلب ناجتس. هلا انا بدي 40 حب 9. اوكي، اذا بدي 4 باكيت، يعني 4 9 اضيف عليهم وحدة 4 حبات. اوكي جايز، هيني طلبت، طلع حسابي 12 دينار واشي، 13 تقريبا. بس قاعدة عم بستنى لانه يعني 40 حبة اظن كتير يعني عبل ما يعملوهم. توقعت اغلى من 12، هو 12 كتير بس توقعت اغلى يعني كمان. اوكي جايز، خلينا هلا نبلش. طبعا انا اكلت حبة ما قدرتش استحمل لانه كتير شكله بشهي. فعنا باربيكيو صوص وبدي افتحها، وكمان جبت صوص الهاني ماسترد. فخلينا هلا نجرب الهاني ماسترد لانه انا ما ولا مرة جربته. اوكي، هاي يعني تاني حبة، بس خلاص رح اعتبرها اول حبة لانه ما صورت. زاكي بصراحة كتير بحب الناجتس، بس مش عارفة اذا رح اقدر اكل 40 حبة. يعني عمري ما طلبت 40 كمان بهذا الفيديو يعني. وانا عم باكل عن 10 حقائق عني اذا حابينكم تعرفوها. اول اشي عندي هذا الدفتر بلانر، بحب اني اكتب كل اشي بخص اليوتيوب. فحتى هيك يعني شوفوا كيف بحط جدول ومنظمة كل اشي، والاشياء يعني بكتبها انه هيك بحضر. فحلو واحد يكون عنده دفتر يكتب عليه الاشياء اللي بدي اعملها مستقبلا. هلا نبلش بتاني حبة. هحط باربيكيو صوص لانه بصراحة انا كتير بحب الباربيكيو صوص، ودائما انا بطلب باربيكيو صوص مع الناجتس. خلينا هلا احكي لكم عن اول حقيقة عني، اللي هي اني انا ما بحب الميك اب ابدا. بس اذا بدي احط زي هلا يعني بحط بس فاونديشن ولبستيك هيك، يعني انا حاطه كتير ميك اب. اوكي، تاني حقيقة عني اللي هي انا كتير بكره الاماكن المعتمة والمسكرة، ما بحبهم ابدا. ويعني عندي تقولوا فوبيا ما بعرف، بس ما بحب الاماكن المسكرة من انا صغيرة يعني، ولا العتمة. مشان هيك يمكن انا بحب الصبح والنهار اكتر. بحس الليل كئيب. فهلا هاي ثالث حبة. زاكي. مين منكم ما بيحب الناجتس؟ اكتب لي تحت انه قليل قليل الناس اللي ما بيحبوا الناجت. يعني معقول اكل كل هدول؟ مو عارفة. هدول الصوصات اللي بيجوا معهم. هون في كمان هلا رابع حبة.
بدي احكي لكم عن الحقيقة الثالثة عني، اللي هي اني كتير بحب اجمع اشياء غريبة. يعني ممكن اني اجمع، زمان كنت اشتري الكريدتس تبعون الموبايل، كنت اجمع البطاقات، يعني كثير احب اجمعهم. ومثلا فواتير، خصوصا اذا فواتير اشي مهم بالنسبة لي بجمعهم، ما بعرف ليه. بس الحمد لله شوي قال هذا الموضوع عندي. مين زي بيحب يجمع اشياء؟ اوكي يلا هلا الحبة اللي بعدها. مش عارفة خلص شكلي رح اكل بس باربيكيو صوص، هذا كتير تقيل، الهاني مستر. رابع حقيقة عني اللي هي اني بكره اروح على الصالونات، مع انه برضه اشي غريب يعني. البنات كتير بحبوا يروحوا على الصالونات، انا ابدا يعني ما بحب المرة. بحس انه علي هم هيك، يعني انه في عندي مشوار على الصالون، فبروح مرتين بالسنة بالكتير، ممكن اروح مرة بس لما اكون بدي اقص اطراف شعري. بس مفكرة اني اقصها بفيديو جديد. اذا حبيتوا انكم تشوفوا الفيديو ما تنسوا تضغطوا على الجرس عشان يوصلكم يعني اشعار اني نزلت الفيديو. الحقيقة اللي بعدها انه هو عندي هوس شراء وشوبينج، تسوق يعني. كتير بحب الاواعي لدرجة مو طبيعية. عملت كتير فيديوهات قبل عن الاواعي، مشان هيك بضل اعمل على الاواعي لاني كتير بحبهم. يعني حتى اذا ما بدي اشتري عادي بفوت على الابليكيشنز، بطلع على الاواعي حتى لو ما بدي اشتري، يعني بس هيك بتفرج. بحس كل البنات بحبوا الشوبينج، بس انا كتير بحب الشوبينج. مشان هيك برضه بلشت البلوج تبعي على الانستغرام، او اسمي على الانستغرام تحت بالديسكربشن بوكس، حط كومنتي عشان تعملوا لي فولو وتشوفوا صوري اللي بنزلها دايما. اوكي مش معقول كتير بشبع بصراحة. اوكي ضايل، نشوف قديش اكلنا. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 9 و9. مش عارفة اعد حتى انه انا كتير ضايل. بدي احكي لكم حقيقة كمان عني، واللي هي كتير بحب الحيوانات، يعني بحزن عليهم وبحبهم وكل إشي. خلص عندي الحيوانات توب نمبر 1. عشان هيك كمان جبت كلب على البيت اسمه سنوبي، اللي عندي 6 سنين. كتير بحبه كتير. بس يعني ما بعرف، في حيوانات بصراحة يعني بعرف امسكهم او هيك، بس مش كلهم. يعني الكلاب والبسس هيك بحبهم كتير. يا ريت باكل على قد ما بحكي. لسه هون في 9 وهون في 9. مش معقول بصراحة. كنت كتير بصراحة متحمسة لفكرة الفيديو لانه كتير بحب الناجتس، بس اول مرة باكل قدام الكاميرا، فالصراحة حاسة حالي مش كتير مرتاحة. الحقيقة اللي بعدها اني انا كتير بحب الرقص، يعني من انا صغيرة سجلت بباليه، بعدين بس كبرت سجلت برضه سلسة، كتير بحبها يعني. وكمان كتير حابة اني ارجع اسجل كمان مرة، بس ما عم بسجل ما بعرف ليش، بس كتير حلو هذا الاشي. بطلت اعد انا طبعا، مش عارفة هاي كم حبة، بس بالاخر بنشوف قديش اكلت، قديش بتوقع رح اكل. الحقيقة اللي بعدها رح احكي لكم اياها اللي هي عن السفر. انا كتير بحب السفر، يعني بحب اسافر كتير، بس ابدا مو حلمي اني اعيش برا، ما بعرف ليش. كل صحباتي تقريبا قاتلين حالهم انهم يعيشوا برا ويتغربوا من هالحكي، بس انا ما بحس انه هذا الاشي رح يكون كتير ممتع لهالدرجة. خلص انه المكان اللي اهلي موجودين فيه والمكان اللي صحباتي اللي بحبهم يعني موجودين فيه، بحس انه خلص هيك بكفيني. يعني ما بحس انه بحاجة اني اعيش برا واترك صحباتي واهلي وانه يلا اتعرف على حدا جديد. خلص انا هيك ما بعرف. اذا انتو كمان زي احكولي، ما بتوقع في حدا زي بهاي الدنيا، يعني بحب انه يضلوا بالاردن او ببلده.
ما بعرف ليه. نشوف شو ضل عنا. كتير زاكي بصراحة، يعني أذكى ناجتس ماك عن جد. كنت محتارة أجيب من ماك ولا أعمل بالبيت، بس قررت إنه أجيب من ماك يعني لأنه أسهل بصراحة. اوكي رح احكيكم هلا الحقيقة التاسعة عني، اللي هي انا ما بحب ابدا اشرب مي، ما مثلي وما بعطش نهائيا يعني ابدا. اكيد مع الاكل بس انه هيك يعني نص اليوم انه احكي والله جعباني مي اروح اشرب، لا. فدائما بنزل ابلكيشنز يذكروني اشرب مي وهيك، لانه بتعرفوا المي كتير مهمة ويعني لازم الواحد يضل يشرب مي. فهاي مشكلة كتير كبيرة. ما بعرف اذا في حدا زي ما بحب المي يحكي لي تحت. مش عارفة اذا رح اعمل فيديوهات زي هيك كمان مرة، بحس لو انه احكي معكم اكتر بيكون احلى. حتى يعني فيديوهات الاواعي بحب اصورها اكتر يعني من الاكل. بس هاي اول تجربة الي يعني اكل، حاسة يعني منيح، خصوصا انه اشي زاكي. انتوا احكوا لي تحت اذا بتحبوا انه اعملكم فيديوهات اكتر تحديات وهيك. بس حابة اذا عملت تحديات اكل المرة الجاي انه يكون في معي حدا بالفيديو ونتسابق انا وياه نشوف مين رح ياكل اكتر، هيك بحس محمس اكتر. اوكي الحقيقة الاخيرة عني واللي هي العاشرة رح احكيها اليوم، اللي هي انه انا من النوع اللي مو كتير بهمني يعني اذا كان عندي كتير صحبات ويلا شلة كبيرة ومن هالحكي. خلاص انا بكفيني يعني شخص واحد، لو كان عندي صاحبة واحدة بس وكانت يعني هاي البنت كتير منيحة تكفيني يعني عن شلة كاملة بالنسبة لي. فحتى يعني انا من النوع اللي عندي يعني صحبات وهيك، بس انه دائما بحب انه يكون في الي واحدة تنتين كتير قرب الي، يعني احكي لهم كل اشي، بحس هيك يعني احلى واحسن. يعني لو اكلت هدولا بكون ماكلة 18، يعني حتى مش موصل نص الرقم. مش عارف شو بدي اعرف، مش عارف شو بدي اعمل، مش عارفه. يا رب ليان ما تكون خلصتها، ما اظن لانه ليان يعني اصغر مني، ما اتوقع رح تقدر تاكل 40 حبه. بس رح اكل هدول، رح اكون ماكله 18 مع اني كتير شبعت. اوكي هاي اخر حبة رح اكلها، بعدين رح اعد عشان اتأكد من الحبات اللي بالضبط اللي اكلتهم. اوكي عديتهم وطلعوا 22 حبة، يعني انا اكلت 18 بالضبط. فكري اكل كمان 2 واكون اكلت 20 حبة وخلص، عن جد خلص لانه كتير شبعت. فهلا رح اكل 2 واخلص. هاي اخر حبة خلص، يعني 20 انا اكلت. اكتبوا لي تحت بالكومنتس مين فاز، انا ولا ليان. اوكي وهيك بكون خلصت. مبدئيا انا مش عارفه اذا خسرت ولا ربحت، بس تقريبا خسرت التحدي لانه المفروض ناكل 40 حبه، بس مش عارفه اذا ليان اكلت اكتر او اقل مني. بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتضغطوا على الجرس مشان تشوفوا الفيديوهات الجاي ان شاء الله بتعجبكم، وبحبكم كتير. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.